السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير الكل. رجعت لكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. اليوم حبيت نشارككم البشكوت التونسي الزمني من يداية حماتي ربي يفضلها. حبتني نعاونها على نعملوا شوية بشكوتو هاك، خذيت بخاطرها وعملنا البشكوت وما شاء الله جاي بنين. قلت لها خليني نشاركهم في القناة يعني طريقتك، وإن شاء الله تجربوها وأكيد باش تعجبكم. بالرسمي جاي بشكوت ما شاء الله كيف ما تشوفوا البنات. الحق ما لقيتش كيفاش نصور، معناها ما لقيتش شكون يشد لي التليفون ويصور. يا أخي هاكا إيد تشد وإيد بيد، المهم أنا وياه. أول حاجة باش نعطيكم الريسيت نتاع حماتي مضبوطة راهو البنات، معناها ما غير ما تخمموا وقدرة ربي يجيكم بشكوت بنين. أول حاجة هي عملت 6 خيار أعظم باش تعمل 6 كيلو. المهم البنات كان العظمة متاعكم كبيرة تعملوا 5 كعبات على الكيلو، كانها متوسطة تعملوا 6 كعبات. عملنا 36 عليهم كيلو ونص سكر، معناها الكيلو عليه 250 جرام سكر، عليها إيتر ونص زيت، يعني الكيلو عليه 250 مليلتر زيت. سكر فانيليا 12 باكو سكر فانيليا، عليهم 12 باكو خميرة مرطبات. وبالطبيعة البنات تفوحوهم، كان عندكم قشور متاع بردقان متاع قارص ولا جلجلان، المهم الفواكه الكل معناها الجافة تنجموا تحطوها، تحطوا لوز بوفريوة معرجة ومرحية تبنن زادة. وعملت نص كيس عطرشية، ما صورتهوش يلا غالب، معناها ما حطت وما في باليش بيها، معناها الوقت هذاك اللي حطت وبعد قالت لي راني حطيت، ما عرفش فيش تلهيتين. كها العطرشية البنات هي معناها قطرتها في الدار، ان شاء الله نهار نمشي بحذاها ونصور لكم كيف تقطر العطرشية. بعد كيف ما تشوفوا نحلوا السكر والعظم الكل الانجريديون الكل في بعضهم هكاكا باش يذوبك السكر ويمتزجوا الكل مع بعضهم، لازم يتحلوا مليح مليح. هاكا تعاوننا الحق، مرة نعمل أنا مرة هي، قالت لي انتي صوري وتو نكمل عليك. وبالنسبة للمقادير متاع كيلو باش نعطيكم المقادير يعني مضبوطة، هذه تحبوا تزيدوا السكر تحبوا تنقصوا معناها حسب الذوق. عملنا 6 عظمات إذا كان كبار، 5 عظمات إذا كان متوسطين نعملوا 6. عليهم 250 جرام سكر، عليهم 250 مليلتر زيت، وبالطبيعة تفوحوا يعني بالفواكه الجافة اللي عندكم اللي تحبوا عليه. تحبوا تعملوا جلجلان مرحي، بالطبيعة تغسلوه وتشيحوه وبعد تعرجوه في الفور ولا في مقل على الغاز. وبعد تخلوه يبرد شوية وترحوه. الجلجلين يجي بنين ياسر في البشكوتو، سورتو يسيبك القو والريحة متاعو بنينة وتفوح برشا. وإذا كان عندكم الزيست هذاك القشور متاع البرتقال ولا القارص مرحي، بالطبيعة يجي بنين زادة. يجي فيه زاد اللوز كيف تعرجوه وترحوه، تنجموا معناها ما ترحوش برشا خلي يبقى فيها التقرميشة هذيك متاع اللوز ولا البوفري. والكيلو عليه 2 باكوات سكر فانيليا و2 باكوات خميرة جاتو. وبالطبيعة الفارينة انتي نوعية الفارينة، وتلم بشوية اللي انت تحصل على عجينة ماهيش يابسة ياسر وماهيش طرية على الاخر، يعني باهية معناها تنجم هكا تشدها في يدك وما تلصقش، وتدهنها بشوية زيت وتتوكل على ربي تعمل كعبات البشكوت نتاعك. وان شاء الله المهم تجربوا الطريقة نتاع حماتي، صدقوني بنينة برشا و
يعني وهي معناها هذه معناها قديمة الطريقة، أخذتها من حماتها زادة وعندها سنين تعمل بيها. البنات الهنين بعد ما غسلنا الأطبقة الكل نتاع الكوشة، خاطر باش نطيبوها في الكوشة، يعني باش نهزوها للكوشة. من بعد ما غسلناهم شيحناهم مليح ودهنتهم كيف ما تشوفوا بشوية زيت، وباش كنحطوا عليهم كعبة البشكوتو كيف يطيبوا ما يلصقوش ويتنحوا بكل سهولة. ومهم البنات كما قلت لكم ايد بيد. حماتي هاكا تلم لهنا في العجينة متاع البشكوتو. كيف ما تشوفوا البنات ما يلزمش يتعجن. اذا كان باش تعجنوها بالرسمي باش تجيكم يابسه الباط، من بعد كيف يطيب البشكوتو تجي يابسه وما تجيش فيها الحق بنه كيف ما يابسه، يعني مش شكل يابسه نقولوا نحنا محمرة شوية، لا تجي من داخل يابسة. فهمتوا البنات؟ كيف تلموها كيف هكاكا بشوية بشوية بيديكم. أصلا كيف تطيب تجي خفيفة وتتهثرب هكا يدخلها كالهواء. كهو البنات الحق ما لقيتش شكون يصور من بعد كيف بدينا ندوروا بالماكينه تاع البشكوتو. هاو كمرة انا ندور مرة حماتي تعاوننا والحمد لله كملوا 6 كيلو. هما نحن عملنا تاع 6 كيلو بالطبيعة، من بعد الفارينة زدنا الحق زدنا كيلو يمكن اخر يمكن تاع 7 كيلو فارينة. خاطر حسيناها مازالت يعني تستحق فارينة البات. وهذوما الأطبقة ما شاء الله. نودكم من شهيكم ان شاء الله، قسمكم منها في الجنة ان شاء الله. تجربوا الريسيت وان شاء الله تعجبكم. بعد ما كملنا حضرنا الأطبقة الكل هكا قال لي حمو تو نكون وصلنا لآخر الفيديو، وهذه هي النتيجة. نخليكم في رجعة ربي يحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتلقاو في فيديو آخر، وما تنسونيش فيك اللايك والكومنتير باش تشجعوني باش نهبط لكم فيديوهات اخرين، خاطر هذوكم هم اللي يشجعوني. وفي امان الله.